لما حد يسألك يعني ايه ماركتنج، لازم تبقى عارف الديفينيشن بتاعه. ماركتنج از profitable customer relationship management، يعني إدارة علاقة مع العملاء مربحة profitable. معنى كده انك انت مسؤول عن البروفيت ومسؤول عن التارجت. اوعى تقول انا ماركتير، انا مش شغلي ان انا اجيب فلوس. لا، انت حضرتك جزء من شغلك هو البروفيت، والدليل على كده ان هو موجود في الساينتفك ديفينيشن بتاع الماركتنج. طيب فهمنا يعني ايه بروفيتبل، يعني ايه بقى كاستمر ريليشن شيب مانجمنت او سي ار ام؟ علاقه طويله الاجل مع العملاء بمعنى اصح كده بالبلدي. لكن علشان نفهمها اكتر محتاج امثلها لك زي اي علاقه في الحياه، زي مثلا علاقه الجواز. انت علشان تبني علاقه وتتزوج فانت محتاج الاول تبقى عامل سيلكشن، يبقى عندك كرايتيريا على اساسها بتسلكت الشخص اللي هتعمل معاه العلاقه، فبالتالي على اساسها بتبني البروفايل بتاع الكاستمر بتاعك وبتعمل له سيلكشن. فدي اول خطوه السيلكشن. بعدين الاكوزيشن، الاستقطاب، بتتقدم للي انت عايز تتجوزها. بعدين خلاص بقى في علاقه، ارتبطتوا ببعض، فبتبدا انت بقى كراجل عريس بتخش مره بتورتايه، بتخش بورد، بتجيب مش عارف ايه الحاجات دي بقى سميناها ريتنشن. الريتنشن ده هو تكرار الزياره، انك تبقى بتيجي اكتر من مره. خلاص عملت ريتنشن وبقيت راجل زوج وجبت الكاستمر بتاعك اكتر من مره، بعدين بتفكر بقى في الجروث. فبالتالي الجروث ده هو انك يبقى الكاستمر بيجيب كاستمرز، وبعدين بيبقى عندك كاستمر بروفايلنج، فبتشوف الموست بروفيتبل كاستمر سيجمنت علشان تقدر توصل لسيجمنتس مماثله ليه او عندها نفس المواصفات. عشان كده الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت او السي ار ام 4 خطوات: سيلكشن، اكوزيشن، ريتنشن، جروث.